وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى محمد. معكم قناة أفكار ميرو. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. خلاص كده رمضان قرب يخلص ودخلنا كده على العيد. العيد يعني بسكوت وكعك العيد وغريبة وكعك ناعم وتفاصيل كتير ان شاء الله هنعملها مع بعض. النهاردة هنعمل مع بعض الغريبة بطريقة كده حلوة جدا وسهلة وبسيطة، وكم تكة حلوين كده تضمن سر نجاح الغريبة النهاردة يا حبايبي هنعملها بتكة كده مهمة تطلع معاك الشكل مظبوط جدا جدا وكمان دايبة دوب. يلا بينا نسمي الرحمن ونشوف مكوناتنا البسيطة ايه. في الاول كده يا حبايبي كوبايه كده من السمنه، ومعايا كمان كوبايه الا ربع من السكر. السمنه هنا يا حبايبي زي ما انتم ملاحظين انا كنت سيحتها جدا على البوتاجاز، سخنتها خالص لغايه لما قدحت معايا، وبعد كده سبتها تبرد كده، حطيتها في الفريزر، وبعد كده يا حبايبي طلعتها استخدمتها. ما ينفعش تطلعي السمنه كده على طول من العلبه وتستخدميها، سواء كانت بلدي سواء كانت سمنه علب. تفضل انك تسيحيها وبعد كده تحطيها في الفريزر وبعد كده تستخدميها، تاخدي احلى نتيجة للغريبة او كمان لاي نواعم انت تحبي تعمليها. هنا جبت السكر وحطيت عليه السمنة كده زي ما انتم شايفين، وهبدأ اضربهم كويس جدا جدا لغاية لما القوام يبقى كريم شوية حلوين كده زي ما انتم شايفين وملاحظين، لغاية لما اللون يبدأ يفتح كده معايا والقوام يبقى كريمي جدا. الخطوة دي ليه يا حبايبي؟ عشان السكر كده ما يبقاش خشن. السكر لما يكون خشن اول ما يروح النار هيسيح طبعا في الغريبة، وغصب عنها طبعا تروح مشقوقة. لكن خطوات كده عشان تضمني نجاح الغريبة او كمان البوتيفور ان شاء الله نعملهم مع بعض بخطوات برضو مهمة وحلوة جدا. بصوا يا حبايبي كده استنوا الفيديوهات الجاية ان شاء الله هتعجبكم. بصوا هنا يا حبايبي ضربتها كويس جدا كده زي ما انتم شايفين لغاية لما يبقى قوامها كريمي جدا كده زي الكريم شانتيه بالشكل ده. بعد ما ضربتها كويس طبعا احط هنا فانيليا، ممكن كمان تحطي الفانيليا مع السكر في الاول، بس انا محبتش ريحه الفانيليا تروح كده من كتر الضرب. بصوا، وكل شويه كده الم العجان اللي معايا اللي فيه السكر والسمنه كويس كده الاطراف عشان ما يكونش فيه اي حبيبات خشنه من السكر. زي ما انتم شايفين كده هنبدا هنا نضيف كميه الدقيق اللي معانا. كل كوبايه سمنه عليها يا حبايبي كوبايتين من الدقيق. هنا احط كوبايه واحده كده وابدا انخلها كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى هنحط السر والطعم والتكه بتاعتنا، هي معلقه اللبن البودره. اللبن البودره هنا احنا ما ينفعش نحط اي سوائل خالص في الغريبه، علشان كده انا هضيف معلقه من اللبن البودره كده، معلقه مليانه. بصوا بتدي طعم حلو وكمان بتدي مذاق مختلف للغريبه، كأني كده مشترياها جاهزه. جربيها هتعجبك جدا ان شاء الله. بصوا كده حطيت كده كوبايه دقيق واحده وحطيت معلقه اللبن البودره كده وحللتها برضو علشان ما يكونش فيها اي حبيبات خشنه. هفضل اقلب كده شويه حلوين كده بايديا، انا مش عايزه اعجن خالص. هنا بقى الكوبايه التانية من الدقيق، يعني انا كده حطيت كوبايتين مظبوطين جدا زي ما انتم شايفين. كوبايه سمنه قصادها كوبايتين دقيق وكمان كوبايه الا ربع من السكر، ومعلقه بقى السر بتاعنا والتكه بتاعتنا النهارده يا حبايبي اللي هي معلقه اللبن البودره. تقريبا حصري ما شاء الله على اليوتيوب، هتعجبكم جدا الطريقه. جربوها بمعلقه اللبن البودره دي. كل سنه وانتم طيبين، هتلاقوا الطعم مختلف وكمان المذاق ما شاء الله تبارك الرحمن هيوديك في مكان تاني. هنا بقى القريبه مش محتاجه عجن خالص، انا كده بس بلم العجينه كده زي ما انتم شايفين لغايه لما تبقى بالقوام ده. هنعرف بقى العجينة بتاعتنا مظبوطة ازاي. اجيب حتة كده من العجينة وابدأ اكورها على ايدي واضغط عليها بكف ايدي كده. لو اتشقت مني يبقى كده لسه ناقصلها حبة سمنة. هنحط السمنة بقى الناقصة ازاي؟ 50 جرام من السمنة، تسيحيهم كده تضربيهم كويس وبعد كده تضيفيهم على العجينة بتاعتك. وممكن كمان تجربيها في الفرن برضو، لو شقت منك كده يبقى عيب في التسوية. غير كده يا حبايبي العجينة ما شاء الله مظبوطة. احط لها بس معلقة السمنة كده سيحها كويس وبعد كده ابدأ اضيفيها على الدقيق او كمية العجينة اللي معايا. هنا يا حبايبي انا الكرات اللي هعملها كرات صغيرة كده، بصوا ما شاء الله الحجم متساوي جدا كده ما شاء الله، تقريبا كله نفس الحبة كده من غير ما نوزنهم من غير اي حاجة. هنا بقى كام تكة حلوين كده لازم تعرفيهم. لو الدنيا عندك حر والجو عندك حر او المطبخ اللي انت تعملي فيه حر، بعد ما تخلصي العجينة كده سيبيها تريح 5 دقايق في التلاجة. انا مش عايزاها تقعد في التلاجة ولا حاجة، بس هي تريح كده مكان ما احنا سيحنا السمنة. ما شاء الله العجينة بتاعتنا ممتازة، مش هتاخد معانا اي وقت خالص خالص كده، يعني عجنها سهل وسريع. ال5 دقايق قوام العجينة ما شاء الله تبارك الرحمن، علشان احنا ضربنا السمنة كده حبة كتار كده بالمضرب، لكن تسيبها ترتاح تكون النتيجة ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا حبايبي هحاول كده اخلي كل
الغريبة كده بنفس الحجم. بصوا ما شاء الله، وخلي مسافة بين كل واحدة والتانية، هما مش هيلزقوا ولا حاجة هنا، بس عشان كل واحدة كده تاخد مكانها مرتاح. بصوا هنا يا حبايبي، لو لاحظتوا ان انا مضغطتش على العجينة خالص خالص، هي هتعمل قاعدة لوحدها كده اول ما تروح الفرن. وكمان هقولك دلوقتي انا هعمل ايه لما اضغط عليها ضغطة بسيطة جدا جدا، بس مش دلوقتي. صلوا على حضرة النبي. لو لسه ما اشتركتش في القناة انزلي اشتركي وسيبي لي كومنت يفرحني ان الفيديو عجبك. هنا يا حبايبي ما شاء الله زي انتم ملاحظين كده ان حجم الكرات متساوية جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. اخلص كل الكمية كمان يا بالشكل حبايبي اللي كل ما كده. تكون حبات الغريبة صغيرة كل ما النتيجة تكون احلى، كل ما تصغريها كده، وكمان لما تروح الفرن هتفرش شوية كده هيكون شكلها ما شاء الله متناسق وحلو جدا. اخلص كل الكمية ما شاء الله، شايفين الحجم متساوي ازاي؟ اخلص كل الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وبعد كده اقولك احنا هنعمل ايه. صلى على حضرة النبي. لو لسه ما اشتركتيش في القناة انزلي اشترك عشان تفرحينا، عشان كمان يوصلك كل جديد كل ما انزل فيديو ان شاء الله. بصوا كده ما شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله هتعجبكم كتير. عامل النهاردة الغريبة، وكمان الفيديوهات اللي جاية هتعجبكم جدا. هنا بعد ما خلصت كده كل الكمية كده ما شاء الله، جبت اللؤلؤات كده بتاعت الغريبة تشتريها من عند اي عطار كده ما شاء الله، كنت جايباها باللون الذهبي الحلو ده. وبعد كده احط كده واضغط ضغطة خفيفة خالص، ما تضغطيش كتير، انا مش عايزة ابططها. بصوا ضغطة بسيطة جدا جدا. الضغطة الكبيرة هتبطل قريب، هي لما تروح الفرن هتريح شوية، وكمان هيكون شكلها حلو جدا. هنا يا حبايبي في الوقت ده انا كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة 250 فوق وتحت، وبعد كده اروح طافية النار من فوق ومهدية النار خالص من تحت، علشان اول ما تروح النار كده تاخد صدمة، والغريبة تاخد نفس الشكل، ولا تتشقق منك ولا تتفتح ولا اي حاجة خالص. بصوا ما شاء الله شكل الغريبة صغير ازاي، وكمان لما يطلع من الفرن يكون شكله ممتاز جدا. شغالة الفرن على النار فوق وتحت، وبعد كده لما اجي احط الغريبة اطفي من فوق خالص، ما شغلش ابدا من فوق، وهدي النار كده يا حبايبي من تحت، تبقى النار متوسطة زي نار الكيكة كده، زي ما بنعمل الكيكة تكون نار بس من تحت بس. اول ما تتشد كده يا حبايبي، اول ما القعر كده يحمر كده وتتشد، ما تلمسيهاش خالص خالص. ما شاء الله الغريبة معانا من نتيجتها زي الفل ما شاء الله. خدت في الفرن تقريبا تلت ساعة، التلت ساعة بعد ما طلعت من الفرن كده ما لمسهاش خالص خالص، عشان اول ما تلمسيها وهي سخنة هتبصم منك، هتبصم يعني تدي علامة ايدك كده على الغريبة. لكن لما تسيبيها تشرب ريقها كده وكمان ترتاح على الصيجان كده ما شاء الله، هتاخدي احلى نتيجة للغريبة. ما تستعجليش عليها وتحركيها من مكانها هي وسخنة، سيبيها خالص من ساعة لساعة ونص كده، وبعد كده ابدأي حركيها. هنا كانت بعد ساعة كانت بردت خالص خالص. بصوا كده ما شاء الله مش بتبصم ابدا ابدا. انا بحب الغريبة مدية لون من تحت كده، اللون الاصفر الحلو كده. النار بتكون شغالة من تحت بس يا حبيبي، ما تشغليش ابدا من فوق خالص. النتيجة ما شاء الله تبارك الرحمن مبهرة. شايفين الشكل متناسق ازاي؟ شايفين الحجم بعضه تقريبا كده من غير ما نحط على الميزان، ولا اقول لك 10 جرام ولا 5 جرام. اعملي بايدك كده حاجة في منتهى الجمال. الشكل حلو جدا الله اكبر. وكمان اللؤلؤة الذهبي دي قمر عليها الله اكبر ما شاء الله. ممكن تحطي فستقية، حطي فول سوداني اللي تحبيه، بس اللؤلؤة دي حلوة جدا كانت عليها ما شاء الله. كانت النتيجة مبهرة الله اكبر. جربوها هتعجبكم، خطوات بسيطة وكمان تكات كده بتاعة اللبن البودرة هتعجبكم جدا. جربوها النتيجة هتطلع ولا احلى للغريبة. يعني النتيجة بتاعة اللبن البودرة دي ما شاء الله المذاق مختلف جدا، وكمان الشكل جدا ما شاء الله حلو. بصوا كده ما شاء الله يا سيدي على الجمال، تحفة تحفة الله أكبر. كل سنة وانتم طيبين. بصوا كمان يعني بصوا هشة جدا وبتفرول. هتعرفي ازاي ان النتيجة بتاعت الغريبة بتاعتك حلوة كده من قبل حتى ما تدوقيها. بص تلاقي كده الغريبة كده ما شاء الله، تمسكي واحدة كده من الغريبة وتلاقي كده من تحت تحس ان فيها فراغات كده او فقاعات فاضية، تعرفي ان الغريبة بتاعتك ما شاء الله شكلها حلو جدا ونتيجتها حلوة جدا، وكمان مستوية من جوه بالشكل ده. بصوا يا حبايبي تبارك الرحمن هشة الله اكبر، وكمان بتفرول جدا يا سيدي، بتدوب كده في البق دوب.
شكلها حلو جدا، جربوها هتعجبكم. وصفة سهلة وخفيفة ولذيذة. الله أكبر كده ضحينا بواحدة، طبعا مش هرميها، الكلام ده كان بعد الفطار. هاكلها بألف هنا وشفا على قلبي. يا رب الغريبة تكون عجبتكم وتكون الفكرة النهاردة عجبتكم. جربوا الغريبة بالطريقة دي إن شاء الله هتنول رضاكم. متنسونيش بقى باللايك والكومنت الحلو، عشان اللايك بيرفع القناة والكومنت بيرفع من معنوياتي. وكده أقدر أقول لكم في آخر الكلام، صلوا على حضرة النبي العدنان واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، واعملوا لي لايك وسيبوا لي كومنت يفرحني. كل سنة وانتم طيبين، سلام.